مبدئيًا كده اللي أنا باعملها دي ميني بيتزا، أنتم عارفين إن أنا ما كنتش باعرف أعمل ميني بيتزا دي أو أي معجنات في حياتي، أنا كنت باخاف أصلًا أعمل عجين، يعني كنت باخاف أعمل معجنات، وباخاف أعمل عجينة أحط إيدي فيها، أقول الله ده ممكن تبوظ مني، طب ما تبوظ، مرة تبوظ ومرة تبقى كويسة، مرة تصيب ومرة تخيب، ده مبدأ امشي بيه في حياتك كله، في كل حاجة عايزين نعملها، يعني عايزة أعمل شغل وخايفة منه، طب ما أبدأ مرة أفشل ومرة أنجح. عايزة أعمل حاجة في البيت، طب ما أعملها مرة أفشل ومرة أنجح. برضو نفس الكلام العجين ده، أنا كتير أوي عجنت حاجات وباظت مني ورميتها وباظت مني ورميتها. هل أيأس؟ لا، ما يأس. اوعي تيأسي من اي حاجة في حياتك، لازم تجربي كل حاجة مرة واتنين وتلاتة لحد ما تتصلح معاكي وتبقى تمام، وهتلاقي نفسك لما جربتيها مرة واتنين وتلاتة وانتي ما يقستيش، ده هتلاقي نفسك طلعت معاكي زي الفل، وطلعت معاكي زي ما الشيفات بيعملوها وزيادة. ده أي وصفة عايزة تعمليها، وبالذات العجين، لأن العجين في ناس كتير بتخاف تمشي فيه. زي كده انا كنت بخاف اعمل اي حاجه، كنت بعمل اي حاجه الا ان انا اعجن والت والكلام ده كله، لا ما كانش ليا فيه، ما كنتش بعرف. بس نتعلم، اللي فيه عين وراس يعمل عمايل الناس، يعني اللي فيه فعلا عين وكده يعمل كل حاجه، يشوف. مره الحاجه تبوظ مني ومره تطلع حلوه، لكن ما يأس. اليأس دوت يبقى آخر حاجة في حياتنا، في كل حاجة في حياتنا كمان، مش في العجين بس ومش في الأكل بس، أي حاجة، في شغل، في تربية، في بيت، مع ولادي، مع جوزي، مع حياتي، مع كل حاجة. بتعلم الخياطة، بتعلم الطبيخ، بتعلم مش عارفة ايه الكلام ده كله. وقعت مرة واتنين وتلاتة، قوم تاني، ايه المشكلة؟ لكن في ناس بتقع ومش عايزة تقوم تاني، في ناس بتفشل ومش عايزة تبدأ تاني. لا، افشلي وابدأي تاني، ايه المشكلة؟ اقعي وقومي تاني، ايه المشكلة؟ دايما نخلي عندنا امل ان الحاجه اللي هنعملها دي ان شاء الله في يوم من الايام هتبقى كويسه وهتظبط معانا جدا تمام. علشان لو احنا مشينا بمبدأ ان الحاجه لو فشلت احنا كده فاشلين، لا احنا مش فاشلين، احنا كده مش هننفع ومش هتعملي حاجه في حياتك ومش هتاخدي اي خطوه جديده. انت عايزه تعملي خطوه جديده في حياتك، سواء بقى تتعلمي الخياطه، سواء تشتغلي في مكان، سواء تعملي حاجات على السوشيال ميديا، الكلام ده كله لازما تفشلي فيها وترجعي تنجحي فيها لما تحاولي برضو مرة واتنين تمام. بصوا بقى، سيبكوا بقى من الكلام ده، بصوا بقى البيتزا دي طلعت تحفة، طلعت طرية وجميلة جدا. بصوا انا عايزة اقول لكم حاجة، انا اول مرة اعمل الميني بيتزا دي، الميني بيتزا دي اول مره اعملها، اول مره اعجنها، اول مره، يعني عملتها قبل كده وفشلت مني ماشي، عملتها المره دي بقى والحمد لله نجحت، عشان كده انا بقول لكم الكلام ده كله، نجحت بقى وطلعت جميله وطلعت طريه. بس اهم حاجه اول ما تطلعها من الفرن تغطيها بحاجة عشان تفضل طرية طول الوقت. بس عايزة اقول لكم طلع بقى طعمها تحفة بجد، يعني جربي الحاجة مرة واتنين وتلاتة هتطلع منك زي الفل. ولا تيأس، ولا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.